تخيل بس يموت الواحد منا، الدنيا على فكرة ما بتوقف، الحياة بتكمل، والشغل اللي كنت فيه بياخده غيرك، والمصاري اللي جمعتها سنين وأيام بتنقسم بين الورثة، وانت بتروح لمطرح ما في غير أعمالك عم تشهد عليك فيه. فلا تنغر بمالك ولا بنسبك ولا بمنصبك ولا بولادك. يا صاحبي قديش الدنيا صغيرة وقديش آخرتنا كبيرة. مشان تعرف الحقيقة مثل ما هي، خليني بلش معك بكلمة يمكن تفهمنا شوي شو يلي عم بصير. يا صاحبي بس تموت وترحل من دار الدنيا لدار الآخرة، الحزن عليك بيصير على 3 مراحل. الناس اللي بيعرفوك من بعيد بيقولوا مسكين الله يرحمه، وأصحابك ممكن يزعلوا يوم يومين وكم أسبوع، وبيرجعوا لحياتهم وضحكاتهم وسهرهم. أما أهلك يمكن يحزنوا شهر وشهرين وسنة، وبعدين بعد ذلك تنحط بصندوق الذكريات وبيكملوا حياتهم. وهون بتبلش قصتك الحقيقية، لا مال لا صحة لا جاه ولا بيت، ما بيضل معك إلا عملك وبس. لهيك من هلأ اسأل حالك، شو محضر لآخرتك؟ شو محضر للسؤال عن صلاتك، عن صدقة السر، عن قيام الليل، عن معاملة الناس، عن أخلاقك؟ كل أعمال يمكن تكون صغيرة هون بس عظيمة هنيك. تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وتذكر يا صاحبي الدنيا ما رح تحزن عليك وقت تموت. لهيك أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، ودمتم لأحبتكم في حب الله ويعلم.